السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم ايه؟ تعالوا مع بعض النهاردة هنعمل طريقة لذيذة جدا للحلوى اللي احنا شايفينها دي. تعالوا مع بعض نشوف ايه الحلوى دي. الحلوى دي زي ما انتوا شايفين كده، لو عندك لفة جلاش ب20 جنيه، نص كيلو، وهاتي معاهم ب10 جنيه سوداني مقشر. هنعمل مع بعض النهاردة اكبر صينية جلاش هتعدي الكيلو. كيلو دلوقتي مع ايه يعديله 240 جنيه، هتعمليه انتي ب30 جنيه، مش اكتر من كده. تعالي مع بعض ونشوف ايه المطلوب وايه المقادير اللي احنا محتاجينها. انا هنا جبت لفة جلاش نص كيلو ب20 جنيه، وجبت عليهم ب10 جنيه سوداني من عند العطار، سوداني مقشر. هنا قسمت النص كيلو، يعني كل تلات ورقات مع بعض، كل 3 ورقات مع بعض حسب بقى ما يطلعوا عاملين كام لفه. هنبدأ هنا بس مجرد ان احنا هنفرد ال3 ورقات على بعض من غير ما اعمل ما بينهم سمنه ولا اي حاجه. هرش بقى شويه السوداني كده على الورقه كلها، بس الاطراف لا، عشان لما اجي اتنيها ما يخرجش منها. هحاول ان انا ارش كده اهوت كل 3 لفات عليهم سوداني من فوق زي ما انتوا شايفين كده، وألف. الموضوع سهل جدا ومش مرهق خالص، بجد بجد في 5 دقايق انت هتعمليه. هنا خلصنا خلاص. هتعملي ايه بقى يا رندا؟ هجيب كوبايه الا ربع، من كوبايه لكوبايه الا ربع سمنه، واحط عليها معلقه كبيره بيكنج باودر، واقلبهم كويس، وانزل عليهم زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اقطع الجلاش ده التقطيعه اللي انا عايزاها صوابع، عايزاها سامبوكس، عايزاها اللي انتي حباه. انا هنا بدأت اقطعها بالسكينه وبالقطعه البيتزا، عشان خاطر طبعا كل حاجه وليها تقطيعه. فهنا قطعتها زي ما انتوا شايفين ودخلتها الفرن، وده منظرها بعد ما طلعت من الفرن. هبدأ اول ما تطلع من الفرن وهي سخنه هسقيها بشربات تقيل، اللي هو شربات الكنافة، اللي هو كوبايتين مية، كوبايتين سكر عليهم كوباية مية يغلوا، وانزل عليهم بنص ليمونة 5 دقايق واطفي عليه. زي ما انتوا شايفين كده الشربات بيبقى تقيل، هزقي بيها وهو لسه طالع سخن من الفرن. مش شرط الشربات يبقى سخن او بارد، مش مشكلة، سخن سخن بارد بارد عادي، اهم حاجة يكون شربات تقيل. هنزل عليه كده زي ما انتوا شايفين، وبعد ما اخلص كل الشربات كده هغطيه 5 دقايق، وارجع نطلعهم مع بعض في الطبق. طبعا انا مطلبتش منكم تعملوا لايك واشتراك للقناة عشان يوصلكوا كل جديد لو عجبكم الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا سبته 5 دقايق، وجيت نقطع مع بعض كده ونطلعه. طبعا احنا مقطعينه قبل ما يخش الفرن، فسهل اللي انتي تقطعي، يعني سهل اللي انتي تفكيهم عن بعض. زي ما انتم شايفين كده انا بالمقصوصة وعملتها، وهنبدأ نطلعهم. طبعا كل ورقة، كل قطعة جلاش شاربة شربات كلها ومستوية زي ما انتم شايفين كده، مفيش بياض من جوه، رغم ان احنا ما عملناش رق ورق. شوفوا الفيديو كده وان شاء الله يعجبكم، ودعموني بلايك، وعايزة اشتراك ودعم، ويا ريت نبدأ كده ننشط معايا القناة. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.